السلام عليكم. طب شاهر سعد يعني مغسل وجهه اليوم ولابس بدلة وجاي على هالدوار يحكي عن العمال، وبقول هذا المعبر كان مصدر لرزق العمال. أول شيء بس مش لرزق العمال، رزقك ورزق أسيادك من وراء العمال. والشغلة الثانية إن 3 سنين، بما إنه أنت يعني بتعتبر حالك مسؤول عن العمال، شو سويت للعمال؟ ضب حالك أحسن وبلاش تحكي باسم العمال. ونفسي بس واحد يطلع يقول هل العمال وكلوا شاهر سعد انه يحكي باسمهم؟ هل العمال انتخبوا شاهر سعد انه يكون مسؤول عنهم ومسؤول عن مصدر حياتهم ومصدر رزقهم؟ شاهر سعد تعين من قبل ناس واندعم من قبل ناس على اساس يكون مسلط على رقاب العمال ويسترزق من وراهم وينهب العمال وحقوقهم. هذا الموجود. اسمعوا الزلمة هذا شو بقول، اسمعوه. المعبر اللي كان يفوتوا كل يوم 30 ألف عامل، العمال محرومين من 31 شهر من أنه يدخلوا هذا المعبر اللي كانت يعني كان هو المصدر الوحيد لرزقهم، واللي بتمارس حكومة نتنياهو الفاشية ضدهم بعدم السماح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم. هذا كله مخالف للقوانين والتشريعات الدولية، وآن الأوان للعالم وللأمم المتحدة والمجلس الأمن أن يعاقب هذه الحكومة الإسرائيلية على منعها من دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين.